جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر. أعلاه على سبة وزير الإعلام والاتصال محمد مزيان. وش هي القصة؟ نحكي لكم القصة من الأول باش نفهموا على هذا الجدل. في 2 ماي 2025 اللي فات، التلفزيون الجزائري في نشرة 8 يبث تقرير على الدكتور محمد بلغيت. في التقرير هذا يقول لك بأنه الدكتور محمد بلغيت بأنه تاجر إيديولوجيا وأنه صاحب نفس مريضة. في البرلمان، في جلسة برلمان، في نقاشات في البرلمان، يجي النائب عبد السلام بشاغة. عبد السلام بشاغة قال لك ودي وقتها كانت وزارة الإعلام تجي الناس، هذه صلاحيات وزارة العدل، هي اللي تقدر تصف الصوالح هذه. ما تجيش وزارة الإعلام في تقرير تاع 8 صحفي في نشرة 8 ويقول بلغيت كما سماه هو البروفيسور محمد بلغيت، يقول بأنه تاجر إيديولوجيا وصاحب نفس مريضة. هذه في قبة البرلمان. يخرج محمد مزيان وزير الإعلام والاتصال، يخرج في لقاء صحفي كما هكذا ولا في منبر إعلامي ويقول بأنه هذا النائب البرلماني ما عندوش معرفة مؤسساتية، وأنه البيان هذا خرج من وزارة العدل، حنايا غير بثناه. يعني هذاك التقرير ماهوش عمل صحفي وإنما من عند وزارة العدل، وأنه هذا البرلماني جاهل كما قال هو، جاهل بالأمور المؤسساتية. يجي البارح عبد السلام بشاغة النائب البرلماني في البرلمان يقول لك بأنه وزير الإعلام والاتصال ما حقوش أنه يرد على المناقشات النواب في وسائل الإعلام. السؤال هذا يرد عليها في أمور برلمانية في إطار قانوني، ما يجيش يرد عليا كما هكذاك في منبر إعلامي. هذا النقاش هذا وهذا الجدل هذا انتقل إلى الشارع، انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنه منابر يعني اللي يشتوا الفتنة ويشتوا إشعال النار دخلوا فيها، كما نقول احنا كما يسموهم الذباب الإلكتروني. دخلت فيها جهات معادية وكل واحد ينفخ من جهة، واحد ضد وزير الإعلام والاتصال محمد مزيان، وواحد معاه، واحد يقول لك نأيدوا وزير الاتصال وهذه حملة ممنهجة لأنه خرج ضد الخمارات، خرج ضد الناس اللي تفسد وشن حملة على الفساد. وكاين ناس يقول لك لا، يعني قلنا الشارع ولا رواد مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا إلى قسمين. ناس قال لك نحن مع وزير الاتصال والإعلام، وناس قال لك نحن ضد وزير الاتصال والإعلام. هذا هو ملخص الشيء اللي راه صار يضرك في الجزائر حول الوزير محمد مزيان. هذا مكان. تهلاو في رواحكم. السلام عليكم.